السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذا الخبر الجديد. جريمة قتل زوجين تهز جماعة سيد العابد ضواحي الجديدة. والآن إليكم التفاصيل. اهتزت ساكنة دوار الحرارين جماعة وقيادة سيد العابد ضواحي الجديدة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها زوجين، أستاذ متقاعد وزوجته داخل مقر سكناهما، في ظروف غامضة شكلت موضوع بحث قضائي من طرف درك سرية الجديدة، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى الدائرة القضائية. واستنادا للمصادر، فإن الهالك كان يشتغل حارسا عام داخل إحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بالجديدة، وبعد إحالته للتقاعد اشتغل في مجال تربية المواشي والأغنام والاتجار فيهما على مستوى الأسواق الأسبوعية، مما يفسر فرضية قتله وقتل زوجته من أجل السطو والسرقة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.